تخيل سرعه الانترنت عندك توصل ل 1000 جيجا في الثانيه. حكايه ال 5G اللي خلاص هتشتغل في مصر. لو انت وي هتلاحظ في الفتره الاخيره ان بدا يتكتب 5G سون، لكن مش معنى كده ان هي اشتغلت. ايه حكايه ال 5G وانت هتستفاد منها ايه، وامتى هيبدا تطبيقها، وانهي مناطق اللي هتشتغل فيها الاول؟ بشكل مبدئي اتصال موبايلك بالشبكه مر باربع مراحل او 4 اجيال. المرحله الاولى واللي كان فيها بتقدر ان انت تعمل مكالمات تليفونيه بس. المرحله الثانيه واللي فيها كنا بنقدر نبعت صور في الرسائل MMS، يمكن طبعا الاجيال الجديده ما يسمعوش عنها، لحد ما وصلنا للجيل الثالث او ال 3G واللي من خلاله قدرنا ان احنا نبعت فيديوهات، لحد ما وصلنا للجيل الرابع او ال 4G اللي احنا طبعا حاليا بنشوفه على الموبايلات بتاعتنا، واللي سرعه الاتصال فيه بتوصل ل 50 ميجا، لحد ما هنوصل طبعا لل 5G اللي خلاص هيتم تشغيله قريب، واللي فيه هتكون متوسط سرعه الانترنت 1000 جيجا في الثانيه. طبعا هنشوف السرعات في مصر فعليا هتكون عامله ازاي، لان احنا عارفين ان في مصر الموضوع بيختلف شويه. المفترض ان تشغيل الخدمه هيكون في خلال 6 شهور من دلوقتي، وطبعا البدايه هتكون بالمناطق الجديده في خلال 3 شهور من دلوقتي. طبعا مش كل الموبايلات بتدعم ال 5G، تقدر تتاكد من خلال ان انت تبحث على جوجل. طيب